كحول سواك تراث مغربي عالمية. كحول سواك أجيو السفدو مع سكين وماريا. كحول سواك تراث المغربي عالمية. كحول سواك أجيو السفدو مع سكين وماريا. كحول سواك. سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كحول سواك. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا فهمتونا من خلال حلقاتنا اشنو اللي قصدنا وفين بغينا نوصلوا. الاساسي والمهم بالنسبه لنا وبالنسبه لكم نحيوا جميع تراثنا ونتشبتوا به ونقنعوا وليداتنا والاجيال اللي جايه بالحلاوه وبالجوده وبالكنز الكبير اللي خلاو لينا جدودنا واللي ما خاصناش نفرطوا فيه. لهذا الغرض كنتلاقاوكم من خلال بودكاست كحول سواك سكينه وماريا. مرحبا بك ماريا. لا اختك سكينه كي جاك اللوك ديالي. انا شنو داك انا احتج اناشد انا احتج اناشد السيدات اللي عندها جلابه ونقاب راني دابست باش نلقاهم، ولكن للاسف ما وصلتش النتيجه وغلبتني في هذه ماريا، رغم انه كنتمنى نكون لابسه انا وياها جلابه ونقاب، ولكن مشينا في نفس لو طون. مشينا في نفس لو طون في لي ميم كولور كوم توجور، غير هي واحد الصعوبه لقيت باش نلبس النقاب. عرفتي راه كيبان ساهل وكنقول صافي سير غير هكا القب غادي ترمى اللور وبخي النقاب ولا الحايك. وراه تقنيه وصعوبته في سهولته. المهم يقبلوا علينا السيدات، الا كان شي خطا قبلوا علينا، راه حنا ما عارفينش، حاولنا نديرو بتيت ريشيرش، حاولنا نلبسوا شي حاجه اللي تقليديه اللي كتعبر على الثقافه ديالنا المغربيه. هو الاشاره راه ابل فيديو شي ساعه ونص ومريم دابزه باش تصاوب النقاب اليوم، والكلمه الشهيره ديالها لا ولكن النتيجه مزيانه. واش مقاد من قبيله وانا واش مقاد لا مقاد. صافي شكرا. اليوم مريم قولي لي غادي نتكلموا على واحد المنتوج مغربي، الاصل ديالو ماشي مغربي ولكن هو منتوج مغربي، تعرف مغربي. للاسف تم تسويقه بواحد الطريقه اللي ماشي ديالنا وضربات شي شويه التاريخ ديالنا وعلاقتنا معه، اللي هو الكيس ديال الحكام. الاستخدام ديالو دي فوا كيكون خطا. طيب قبل ما نوصل للاستخدام ديالو شنو بان لك نرجعوا للاصول ديالو على بركه. الوغ الكيس الجذور ديالو والاصول ديالو كترجع مره اخرى للحضارات القديمه بحال الرومان وبحال البيزنطيين. كانوا كيستعملوه كتقنيه للتقشير. هي كانت تقريبه شي شويه من التقنيه اللي كنديروا حنايا، سي با لا ميم، ولكن الفكره جات من عندهم. المغربي طورها حيت حنا معروفين المغاربه بالنقاء، وبالنسبه لنا كانت دابا حنا ملي كندخلي عند شي مرا للدار كتشوفي الركاني من تما كتبان لك واش منقوضه ولا بين قوسين مخموجه. هذا بالمعنى المغربي الدارج. وحتى انه المراه كانت بكري كتقرص على بنتها في هذه الامور هذه، كتقول لها عندك ركانيك حوايجك امورك خاصك تكوني مفضيه وناضيه، زعما ما تخليش شي حاجه من موراك. هذه التواله اللي معروفه بها المراه المغربيه بيان سور، هذه من الثقافات المغربيه اللي كانت واللي مازال بطريقه او باخرى. كل ام كيفاش كتعامل مع البنيته ديالها ولا مع وليداتها اون جينيرال. الخلاصه اللي غنرجعوا لها في التاريخ ديال الكيس هو الدار باش نقشروا الجلده الميته. اليوم يمكن جمله من الاطباء ديال الجلد ما كينصحوش، كيقول لك ما تحكش نهائيا، ولكن المشكل والخلل ماشي في الحكام، في الطريقه كيفاش كنحكوا. تماما. الكيس ولا الحكان اون جينيرال انا كنت ديما كنصح كنقول راه ملي تنديروا الكيس ولا ملي تنحكوا لابو ديالنا في الحمام راه ما خصناش نديروا هذاك الحكان غير نجيو ونبداو نحكوا. راه حنا ما يمكنش غناخذوا من الحمام المغربي اللي بغينا ونجزئوا اللي بغينا، حيت الحكان ولا الكيس كان كيتبعوا التبريمه، وملي كنديروا ديك التبريمه وحتى كتنشف على الذات من موراها كنتبعوها بيان سور كنغسلوها، كتبقى واحد الطبقه لاصقه في الجلده ديالنا من التبريمه. هذا كتسبق ماشي من بعد كتسبق التبريمه. فوالا عادي باش كنديروا الكيس. دونك هذاك الكيس كان كيحيد واحد الطبقه من التبريمه ومعاها واحد شويه من الجلد الميت. حنا دابا كنجيو نديروها ديريكت على الجلده ديالنا وكتقدر توصل حتى للتهيجات. ماشي كنقول الا خدينا واحد الغيتوال مغربي ناخذوه بقواعده، وكيف قلتي سكينه بزاف ديال المشاكل كيجيو الا طبقنا الكيس بطريقتنا حنا بالبراتيك.
وراه خصو التوالو، خصو الوقت وخصو العقل باش نديروا الحمام المغربي كيف ما هو بالقواعد ديالو، وهذاك الحكان بالكيس ينفعنا ما يضرناش. واخا قبل ما نوصلوا لهذه المساله مريم، غادي نتفكر انا وياك الكيس شنو هو بعدا، شنو هو الكيس، مناش كان كيتصنع. الوغ بكري ما كانش التقنيات دابا ديال المعمل وخيط الثوب، والثوب خصو يكون خشين وداخل فيه البوليستر وداخل فيه مواد صناعيه، لا كان كيتخاد من جلد الماعز من الجهه اللي كتكون شويه حرشه وكنصنعوه منها، اولا كيتخاد من ثوب الخيش. ثوب الخيش يعني كنتكلموا على مرحله الاستعمار وما بعد الاستعمار. كنا كنعرفوا بانه كانت الخنشه اللي كيتباع فيها السكر مصنوعه من ماده الخيش اللي هي اصلا واحد الخيوط صوفيه اللي كتنسج بواحد الطريقه وكتكون شويه خشينه، شويه ماشي كيس كيطير الجلده، ورا دابا خشينه شويه. كنحس بك سكينه درتي واحد تايم ترافل من شحال هادي لدابا، جيتي من شحال هادي لدابا وتعاودي لينا شنو كان، حيت قلبت على كيفاش كان الكيس المغربي. عطاوني خديت في الانترنت صور تقريبيه، ولكن الخيش والماعز حتى جوجل ما عطاهاش. ولكن ليسونسيل هو انه ما كانش كيكون خشين بزاف. دابا المشكل اللي كيديروه الناس هو ان بالنسبه لهم داك الحكان ديال الجلده الكيس اللي كيكون بلاغريسيفيتي دابز مع الجلده ديالو، هذاك هو النقا. لا، هذا هو اكبر غلط كنرتكبوه في حق الجلده ديال ذاتنا وفي الجسم ديالنا. كتهيج وكتكون هي سبب تصبغات من بعد. كنقدروا حنا نديروا تصبغات في لابو ديالنا ولا في الجلده ديالنا، حيت كنقلبوا على داك الحكان بالجهد وكنبغيو نحكوا شنو غنخرجوا. ما عرفت هو راه هذيك لابو مورت كتجي من مورا التبريمه، ملي كنكونوا حمينا لابو ديالنا ودرنا واحد الطبقه من فوق الجلده ديالنا. يعني داكشي اللي غيهزوا الثوب، حيت حوايجنا راه كيديو الجلده الميته تماما، كتهزوا الكيس مع البقايا ديال التبريمه. الوغ التبريمه اللي كانت كدير قبل من الحكان ماشي هي اللي كدير في الاخر. وي ما كتكونش تبريمه غنيه بمواد دهنيه، غالبا كدير الحنه كما كنقولوا الحنه ناشفه مع شويه ديال الحامض مع شي شويه ديال الماء الزهر باش كتخلط، وكنضيفوا عليها بعض الاعشاب بحال السكينجبير الطري العرق، بحال مثلا شويه ديال الريحان، شويه ديال السدر. هاد الامور هذه بحال هي كتعاون الجلده على انه النواشف تيكونوا شي شويه كيقاوموا حتى كيعاونوا ان هذيك البشره ولا ديك الطبقه ديال لابو مورت ديالنا ما تلصقش في لابو جديده. كيعاودوها باش تعاونوها باش تنشف وتحايد. وحنا غاديين في نفس الطريق. خاصنا غير نوجدوا الكيس ديال بكري، ما هذا ديال دابا ما خدامش. كيفاش غادي نلقاوه اللي عنده شي فوتو ولا اللي عنده شي صوره تقريبيه ولا اللي مشى لدار جدود ولقى شي كيس صورها لنا ولا صيفطها لنا باش نشوفوا الصور كيفاش كان. انا سمعت باللي باقي شي مناطق تيصاوبوه بيديهم، المراه كتصاوبو بيديها ما كتشريش. داكور. دابا حنا سي بلوس زعما ما غاديش ما نعرفوش التقنيه، ولكن سمعت بانه كاينين مناطق اللي مازال المراه كتصاوب بالكيس واللي في هذا الحمام بيديها ما كتستعملهاش واجده. على ذكر الليفه وكاينين مناطق في المشرق عندهم الليفه، ولكن المبدا ديال الليفه ماشي هو المبدا ديال الكيس الحكان. ايفيكتيفمون باسكو الليفه كتمشي الا دارت الكوماج للذات كدير واحد الكوماج اللي هو غير جينيرال وكيكون بحال كنقولوا حنا غير تدويزه، ولكن كيس الحمام المغربي راه كيمشي للجميع طيات الجسم، كيوصل للصبيعات، كيوصل للضفيرات، كيحك كلشي. كان براتيك فريمون، كان براتيك ولا زال الا استعملناه بالطرق الصحيحه. غادي نفاجئك واحد المفاجاه اخرى كما العاده. الكيس ما كانش كيتحك به الوجه. وي كاين بزاف الناس كيحكوا الوجه ديالهم بالكيس. الكيس كيتحك به الجسم، والوجه كانت كدار له واحد الحجره اللي كيكون فيها ملي تنقول حجره يعني واحد الطرف ديال الطين ما خشينش، واللي كيتغلف بواحد يعني بواحد الخيط اللي تيكون رفيع، بحال دابا هذيك لا بغوس اللي ولات دابا لا طوندونس كناخذوها باش نغسلوا الوجه. جدادنا عقوا بها شحال هادي. دابا راه هادشي علاش قلنا اليوم في كحول سواك راه بغينا ندوي على واحد الغيره شادانا حنا بعدا انا وياك سي سور، حيت كنقول هادشي كاع اللي واصلين ليه دابا توسكي كوسميتيك استيتيك راه جدودنا كانوا واصلين ليه غير بطرق اخرى وبطرق اللي هي بسيطه واللي كانوا عندها اضرار اقل. وشي مرات يمكن ما كانش الاضرار كاع راه دير البال لكلشي. تماما. عرفتي علاش مثلا في الحكان كتكون التبريمه من قبل وكنحكوا
وكنمشيو للترطيب بالغسول وكنمشيو للترطيب بالنفقه اولا التبريمه الاخرانيه. اذا في جميع الاحوال الجلده ديالنا ما خليناش لها فرصه فين غادي تلتهب ولا فين غادي تنشف ولا فين غادي تكرفص. المشكل دابا حنا واخدين غير نصف الكاس للاسف وما واخدينوش كامل، وبالتالي خلينا فرصه للناس اخرين كيستغلوا ثقافتنا بطريقه اللي سيئه للاسف وتيسوقوها يمكن لا مبالغتش بالملايين في الوقيته اللي حنا فرطنا في ثقافتنا وفرطنا في الرساله اللي خلوها لنا جدودنا في هذا الباب هذا. انا تنقول ورسالتي للناس اللي عندهم افكار وباغيين يديروا دي بروجي دي ميني بروجي ولا افكار ولا مشاريع اللي تكون بسيطه ولا يقدروا انهم يديروها، علاش لا ما نستثمروش في ثقافتنا؟ علاش ما نبيعوش ونسوقوا للعالم فعلا الكيس المغربي ونسوقوا للعالم الكحل ونسوقوا للعالم السواك ديالنا ونسوقوا للعالم النفقه ديالنا والسقله ديالنا الصحراويه والرشوش ديالنا الصحراويه. دونك حنا كاينين بزاف ديال الحوايج اللي ما واخدينش حقهم لا في المارشي. كتشوف مثلا بزاف ديال لي برودوي كوزميتيك رافعين الاقتصادات ديال البلدان، كاينين بلدان كيشجعوا منتوجهم الوطني والتراثي وكيسوقوه للعالم. حنا عندنا جميع المؤهلات ان المراكن سكين كير ولا سكين كير المغربي ولا العنايه بالبشره بالمواد المغربيه التقليديه يمشي للعالم كامل ويولي معروف عالم كامل. كاينين شي حوايج اللي معروفين بحال زيت ارغان بحال حيت ديالنا بوحدنا زيت ارغان، ما كاين حتى شي بلاصه اخرى غير المغرب تماما، ولكن شي حوايج اللي عندنا غير ديالنا حنا بوحدنا ولكن ما معروفينش. سكين كير المغربي راه موسوعه تقرا، علاش لا ما نستغلوش هاد الموروث الثقافي اللي عندنا؟ راه بحال اي موروث خلاو لنا جدادنا، بحال القفطان بحال الزليج بحال الاغاني الطربيه اللي خلاو لنا جدودنا بحال الالات العصريه بحال الالات التقليديه باردون. دونك كاينين بزاف ديال بحال الكسكسو ديالنا. دونك كاين واحد الموروث ثقافي اللي كل واحد كيدافع عليه بغيره وبحب. سكين كير حتى هي واحد الموروث ثقافي اللي خلاو لنا جداواتنا وسي لو طون انها تاخذ حقها في العالم. انا غادي نرجع مره اخرى للكيس لانه ربما هو موضوعنا في البودكاست اليوم. خاصنا نفهموا واحد القضيه، هو انه الكيس التاريخ ديالو عمره ما كان بالشكل اللي كنشريوه دابا واجد. ومساله اخرى اللي خاصهم يفهموها الناس، رغم ان النساء كانوا كيديروا التبريمه راه ما كتجيش تحك بالناشف، كدير الصابون البلدي من بعد التبريمه والذات ديالها كتكون لزجه. يعني الا لاحظنا شنو كانوا كيديروا، كانوا كيذوبوا شويه ديال الصابون البلدي في الماء سخون باش كيعطي ديك الرغيوه ديالو، وكدوزو باش كيعاونها تحيد هذيك القشره ديال التبريمه وتحيد معها ديك لا بومورت غير بالتؤاده غير بشويه بلا ديك لاغريسيفيتي ولا ديك المساله اللي غدر الذات ديالها. وفعلا ملي كانت كتخرج من الحمام كانت كتخرج البشره ضاويه نقيه، وحتى انه بكري راه كانت عيب ما تربيش البنيته الصغيره على هاد القواعد هادو. كيخصها تربى على انها تمشي للحمام وتكون بجوار الام ديالها، سورتو ملي كتبدا ملي كنقولوا يعني راه كتمشي مع الام ديالها ديما بنيته، ولكن ملي كتبدا واحد 10 سنين 11 عام كتبدا خصها تدخل لسوق النساء كيف ما كنقولوا، تيولي عيب انها ما تطبقش هاد الامور بالتفاصيل ديالها، بنفقتها برزمتها بكيسها بمعنها بداكشي ديالها كامل ديال الحمام، واللي معليش تنازل. بحال ملي كنقولوا دابا حنايا الديودورون والبارفان ولا كريم الشعر واللافون شامبو لابخي شامبو هادشي كامل. المراه بكري كانت خاص ضروري دوك المكونات البلديه التقليديه تربى في البنيته يمكن قبل حتى ما تبلغ. بالنسبه للفوائد ديال الكيس كاينين بزاف ديال الفوائد اللي من غير انه عنده فوائد في التقشير، انه كيحيد لنا هذيك الطبقه الميته من البشره ديالنا وكيخلي واحد لا دوسور. اون فوا كتحيد هذيك الطبقه الميته كيكون واحد الترطيب وكتحسوا بلا بو ديالنا منفسه ورطبه. عنده واحد الفوائد مهمه جدا واللي هي كينشط الدوره الدمويه، كيدور لنا لا سيركولاسيون سانغين في الذات ديالنا كامل، ومع السخونيه كتطلع الزنيقه كيطلع السر، حنا كنقولوا السر. وبالنسبه للسيدات اللي عندهم مثلا مشاكل ديال لا سيلوليت، هذاك الموفمون ديال الكيس راه تيعاون بزاف على انه يعاونك في التخلصي من لا سيلوليت. كياكتيفي لا سيركولاسيون سانغين. بزاف الناس ما عارفينش انه هذيك الدوره الدمويه راه هي الحياه، وغير بلاتي هي احسن غير بشويه، بلاتي هي احسن بلا ما ناغريسيو لابو ديالنا، بلا ما نجهدوا عليها. وكيف كنقولوا ديما
خلوها اخواننا المصريين من فات قديم وتاه، وهذا الشيء اللي طرا لنا حنا دابا. بقينا كنقلبوا على الغيتويال، والغريب ان دابا ولاو في الحمام المغربي كيديروا الكوماج بالملحه. هذه اللي ما كتفهمش ليا انا. هو ما كانش الكوماج بالقهوه ولا بالشوكولا، هادشي ما كانش. الحمام المغربي بسيط ومن الاساسيات، واحد كنقولوا حنا التوامين في الحمام سي هو الكيس والصابون البلدي، هادو من الاساسيات. ابخي اجتهاد ديال السيده، الصابون البلدي ملي كديروا مع المياه سخونه وتسيدوه، تقدر تزيد معاه النيله، تقدر تزيد معاه العشوب، تقدر تزيد معاه العشوب ديالها الخاصين على حسب النوع ديال البشره ديالها وعلى حسب المشاكل اللي عندها. وبطبيعه الحال انا كنرجع ونقول بانه علاش لا ما كنشجعوش تراثنا وما كنشجعوش هادشي. راه زوين هادشي نشوفوه في الحمام التقليدي. علاش لي سبا ما كنديروهمش بالطابع المغربي وكنمشيو نديروهم بالطابع التركي؟ علاش ما غنديروش حتى في السبا ونديروا الشكل المغربي وتكون على اعلى مستوى ونستقطبوا السياح ونستقطبوا الناس اللي ها هي فكره المشروع. يلا غير نوضوا ديروا والله اللي عنده الفلوس ينوض يدير هاد الامور هذه، لانه صافي بليزير. الناس ملي كتجي عندنا ماشي جاي عندنا باش تكتشف حمامات اخرين، خاصها تكتشف الحمام المغربي على حقه وطريقه. تماما. خاص يكون عندنا التميز. هذاك التميز غادي يكون عندنا بهاد التفاصيل. والكيس راه ماشي حاله حرب مع الجسم، لا خاصنا نعيشوا معاه بحب. تماما. نقول لك كلشي في الحياه كيدار بالحب. تماما. وهاد الحب والبساطه لمسناه في رحلتنا وحنا في كحول وسواك. كنتكلموا على روتين البشره المراه المغربيه قديما، لمسنا انه لي ريتويال الصغارين البساطين كان فيهم كل حب، وكان فيهم السيده كانت كتحب لا سكين كير ديالها وكتحب البشره ديالها، وكانت هي لحظه اعتناء بالبشره، ماشي غير واجب. هي فعلا، لانه الاشكال فين كيتطرح هنايا هو انه حنا ما بقيناش كنفهموا المعنى. لانه علاش الحمام كان كيكون بشويه؟ راه كانت المراه كدوز، كاينه المراه اللي كدوز نص نهار في الحمام تيقول لك ما عرفت منين جابت هذا الجهد ما سخفاتش، حيت كان عندها بزاف ما يدار. وحتى الجلسه كانت الجلسه بشويه، وحتى الحركات الدائريه اللي كتتم في الحكان وخاصها الوقت باش تحك وبشويه عليها وهي مجمعه، وما تيوجدوا في العشيه الغد ليه في العشيه شنو غيديروا، وما يعني كانت واحد الاجواء اللي غتخليك تصبري حتى 7 ولا 8 ديال السوايع في الحمام وانت بخير، ما تسخيش كاع تمشي. ولكن دابا لا، انت اصلا جايه قلبك ملقوف، سي نورمال من غتدخلي في نص ساعه غادي تسخفي. وهو بيان دوماج صراحه، هادشي كلشي خصنا نرجعوا نعيشوه. وكيف قلتي سو كاينه افكار مشاريع، كاينين بزاف ديال الافكار مشاريع جذورهم من لا سكين كير المغربيه ولا من جمال لليات القدم المغربيات جداواتنا، سكيفي عندهم وصفات وعندهم بزاف ديال المكونات اللي دابا يصلحوا يكونوا مشاريع عالميه ماشي غير مغربيه. ايوا دابا قبل ما نختموا ناكدوا على انه باش نختاروا الكيس ديالنا دائما نختاروا اللي في صالح البشره ديالنا واللي من ثقافتنا وتراثنا. تمام. يعني الكيس الا اليوم فرضناها في السوق غادي يدار. نتمنوا ان التعاونيات اللي كيكونوا نشيطين يخدموا في هذا المجال ويديروا لنا كيوسه ديال الحمام اللي يكونوا صحيين واللي يكونوا بطبيعه الحال من الشعر ديال الماعز اللي تكلمنا عليه مثلا، يكونوا من الالياف النباتيه، يكونوا يعني من اصل اللي هو ما يكونش كيعنف البشره ديالنا، باش هكذا نستمتعوا بهذيك الجلسه ديال الحمام بلا اضرار. تماما. وكل ما هو طبيعي راه الى منفع ما تيضرش فعلا. بالنسبه لنا حنا اليوم بغينا نقول لكم ان كحول وسواك هو ميساجنا اليوم، جوج مغربيات باش نقولوا لكم ونقولوا للعالم ان الكيس المغربي والحمام المغربي راه عنده قواعده، الى منفع راه ما يضرش. كانت معكم ماريا وسكينه كحول وسواك. كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك مع سكينة وماريا غتستافد 100 في التراث المغربية. مرحبا بالعالمية. كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك